together against cancer أو معا ضد السرطان. نتمنى إنه السودان يكون خالي من السرطان ونساء معافيات. طول ما إنه جوانا أمل حنقدر نتخطى الكانسر. وضد مرض السرطان نحن بنقدر، وإيد مع إيد تجدع بعيد إن شاء الله. السودان من غير سرطان. تعالوا لاستراحة مرضى السرطان، حتستفيدوا كثير، حتتعلموا وحتغنوا وحتكونوا مجتمعات رهيبة وحتستفيدوا بإذن الله. أكتوبر تملى حياتك العافية. ما عندي ضد السرطان، تملى حياتكم العافية. يلا يا جماعة كلكم تعالوا لنا هنا عشان تملى حياتك عافية. نحن الليلة في الاستراحة الخيرية لمرضى السرطان للكبار. زي ما عارفين احنا خاشين على شهر اكتوبر، وزي ما عارفين العالم كله بيحتفل باكتوبر الوردي، فهنا في الاستراحة الناس اللي بيجهزوا في حملة توعوية لاكتوبر تحت شعار تملى حياتك العافية. فاحنا وانتو يلاكم نمشي للنازل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. انا اتعرف بك. زينب جحفر، المنسق العام لحملة تملى حياتك العافية 6. زينب، عايزك تعرفي لي الحملة بتاعتكم وأهدافها وبتقدم شنو للمجتمع. حملة تملى حياتك العافية هي حملة توعوية تثقيفية تقام في شهر أكتوبر بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي في العالم. سميت حملة تملى حياتك العافية عشان تكون زي كلام محفز للنساء، سواء كان للناجيات اللي هم نجوا من سرطان الثدي أو للناس اللي لسه بتعاني وبتخوض المعركة دي. أهداف الحملة بتضمن في توعية المجتمع كامل عن سرطان الثدي، وإنه نحن كيف بنعمل الكشف المبكر وكيف بنمشي للمراكز، وتاني بتكون فيه العيادات بتاعت الكشف المبكر، كيف نعمل الفحوصات. الفحوصات ذاتها بتختلف من مرأة لمرأة بحسب العمر وحسب مرحلة السرطان نفسه. فزي ما قلت بتقسم ل3 حاجات، اللي هو التثقيف أول حاجة والتوعية، بعد ذاك الكشف نفسه، وثالث حاجة الفولو أب للنساء اللي لقينا عندهم كانسر. منار، انت وين؟ أنا في استراحة السرطان للكبار. جيتي هنا لشنو؟ عشان الورشة بتاعت الفحص المبكر لسرطان الثدي. استفدتي من الورشة؟ أيوة. من حاجة من الحياة اللي استفدتيها من الورشة؟ إنه أي زول ممكن يجيها سرطان، أو أي زول بالأصح، لأنه ممكن يجي للرجال برضو. فيا إخوان خليكم حريصين على نفسكم، وحاولوا إنه دائما تفحصوا نفسكم في البيت بأسهل الطرق. طيب رسالتك شنو للمجتمع؟ إنه لما تلقوا حاجة غلط في جسمكم ما تتجاهلوها، حاولوا دائما إنه تلحقوا الحياة بدري. آيات، استفدتي من الورشة؟ استفدت كثير. استفدتي شنو؟ استفدت انه عرفت عن العمل التطوعي، وعرفت عن الكانسر زيادة، وعرفت انه احنا بايدينا ممكن نساعد الناس، وانه الموضوع بسيط جدا، بس يعني انه الحاجات يعني ما معروفة او ما موضحة بالشكل الصح. عرفت كيف انه انا ممكن اوضحها بشيء بسيط جدا، يعني انه في ايدي ممكن اعمل حاجة. طيب آيات، رسالتك شنو للمجتمع بعد الورشة؟ رسالتي انه يعني المفروض انه يعني المجتمع يتثقف اكثر، ما تخافوا من الامراض، ما تخافوا من الحاجات. احنا لما نتثقف اكثر نسبة العلاج بتكون اكثر، ويعني نسبة الصحة ونسبة التطور عامة بتكون في البلد اكثر. يعني والله استفدت كثير شديد. أول حاجة استفدت عن طريقة أنواع الكشف، في كشف ذاتي وفي كشف سريري. الكشف الذاتي ده بيكون في البيت، الكشف السريري ده بيكون في مستشفى وبمراقبة من دكاترة وممرضين. واكتشفت عن إنه إحنا كيف نوعي الناس، بالذات الناس اللي في الولايات بيكونوا محتاجين ناس يعني يوعوهم بنفس المنتاليتي اللي هم فيها. فبس ياهو يعني تعلمت إن أنا كيف أوعي الناس بطريقة كويسة وأوصل لهم رسالتي يعني. طيب رسالتك للمجتمع شنو بعد الورشة؟ والله رسالتي للمجتمع إنه يا جماعة أكشفوا، وإنه ما تخافوا، وإنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لو المرض يعني مكتوب فيك فيعني هو حيجيك كده كده، لكن على الأقل إن أنت بتكشف بدري قبل ما زي ما بيقولوا قبل ما المرض يتقدم ويمشي في مراحل أبعد يعني. فأحسن إن أنت تعرف بدري قبل ما الموضوع يبقى أكبر. رزان، أنت جيتي هنا لشنو؟ جيت هنا لأنه العمل الطوعي يعني جزء لا يتجزأ من تطوير المجتمع، وإنه الناس مفروض إنه أي زول يقسم من وقته الخاص من جهده الخاص عشان يجي يحاول إنه يخدم مجتمعه اللي هو عايش فيه. فدي ما رفعة بس له، رفعة لكل المجتمع، ورفعة لاسم البلد ذاته اللي هو عايش فيه. طيب من المناشط اللي لقيتك هنا في الورشة زي شنو؟
والله أخذنا الدعم النفسي، إنه أنت كيف تدعم نفسيا الزول المصاب بمرض السرطان، وبرضه الكشف المبكر لسرطان الثدي. كيف إنه أي واحدة في البيت إنها هي تقدر تعمل لنفسها الفحص، أو حتى لو كان فحص سريري، أو حتى لو كان بالماموجرام، يعني لو مشت أي مركز. وبرضه كان في عن العمل الطوعي، وإنه هو أصلا شنو وفائدته شنو، وليه الزول إنه بيتطوع يعني. رسالتك شنو للمجتمع بعد ما خلصت الورشة؟ رسالتي لأنه كلكم يا جماعة لازم تجوا هنا، كلكم يا جماعة. الاستراحة دي يعني كأنها هي بيتنا، فأي زول إنه بدعيه إنه هو لازم إنه يجي، عشان هو مننا نحن بيبدأ التغيير، يعني مننا نحن بيبدأ إننا نطور مجتمعنا، نطور أهلنا، ونحافظ على صحة أهلنا نحن ذاتنا يعني. فأي زول لما يجي بيكون هو كأنه الرسول الصغير يوصلنا لباقي البيوت، فلازم إنه كلنا نجي عشان الرسالة دي تنتشر بحاجة effective يعني. أكتر معلومة استفدتيها من الورشة؟ إنه سرطان الثدي ما حاجة وصمة وما مرض خطير ما ممكن يتعالج، وإنه أنت لو اتلافيت الموضوع سريع بتقدري تكون نسبة النجاة عندك أكبر. طيب رسالتك شنو للمجتمع؟ إنه الناس ما تخاف من الحاجة دي، وما تخطها حاجز، ما تخطها عقبة، إنها تجي وتفحص عشان تاخد العلاج. وإحنا الحملة كلها اسمها تملى حياتك العافية، فإحنا عايزين إن تكوني بعافية أصلاً. استفدت حاجات كثيرة. أول حاجة عرفت عن الكانسر، عرفت عن البريست كانسر، عرفت كيف أتعامل مع الناس اللي عندهم كانسر، عرفت الكشف المبكر، عرفت لما أمشي لمجتمع وألاقي ناس كيف أقدر أدعمهم نفسيا، كيف أتعامل معاهم، كيف أقدر أوصل لهم الحاجات، كيف أقدر أساعد الناس. في حاجات كثيرة ما كنت أعرفها جيت عرفتها في الورشة، زي العمل الطوعي بدايته كانت كيف، أخلاقيات العمل الطوعي، بداية الاستراحة ذاتها، القصة بتاعتها، موضوع البريست كانسر اللي هو احنا داخلين على اكتوبر وكده، فالورشه كان على البريست كانسر، الاعراض بتاعته، كيف ان احنا نقدر نتجاوز الحاجه قبل ما الموضوع يبقى يتطور، الكشف المبكر، اهميه الكشف المبكر، حاجات كثيره كان يعني. حذيفة استفدت شنو من الورشه؟ والله قدمت لنا معلومات ما كنا عارفينها عن طريقه الكشف بتاع سرطان الثدي، ورتنا كيف نقدر نتعامل مع الناس اللي عندهم الحاجة دي، كيف نقدر نستقطب الناس بالحاجات دي. والله أكتر معلومة مفيدة للورشة اللي هي يعني من الورشة دي كانت يعني عبارة عن المعلومات اللي جاتنا، إنه كيف تقدر تتعامل مع المرضى ذاتهم، تتعامل مع المرافقين ذاتهم. دي من أفضل المعلومات اللي وصلت. طيب رسالتك شنو للمجتمع؟ والله الرسالة اللي بقدر أقدمها للمجتمع حاليا إنه يعني الناس تحاول إنها يعني تفحص بدري، تعمل الحاجات بدري، لأنه دائما طريقة العلاج بتكون أسهل في وقت بدري. فدي أفضل معلومة أنا أقدر أوصلها للناس من الورشة. استفدت إنه عرفت الأعراض الظاهرة والما ظاهرة لسرطان الثدي، واستفدت كيف أنا أقدر أتعامل مع المريض بتاع الكانسر، وكيف أوعيه everything. طيب رسالتك شنو للمجتمع بعد الورشة؟ إنه ما يتعاملوا مع الكانسر كأنه حاجة عيب، لأنه هو مرض خطير، لكن هو حاجة طبيعية. المناشط اللي انتوا بتقدموها خلال الحملة شنو؟ طيب الشهر بيبدأ من يوم التدشين اللي هو يوم 1، حيكون تدشين قائم على الحملة التوعوية بيور، أول حملة إعلامية حتستقبل كل الإعلاميين وكل الناجيات من السرطان يحكوا عن تجاربهم. بعد ذاك بتكون في عيادات على طول الشهر بتختلف في مناطقها. في عيادات بتكون داخل الاستراحة دي بتكون كل سبت وأربع، وفي عيادات بتكون في مناطق طرفية، وفي عيادات بتكون في داخليات ومؤسسات. زي ما قلت بنكون شغالين عيادات على طول الشهر باختلاف الزمن والمكان.